نهار خميس 15 ديسمبر 2016 في صفاقس العاصمة الاقتصادية. الدنيا كانت ماشية بنسقها العادي، القمر معبية، سيركولاسيون قوية، والطقس الشتوي بارد. في الطريق منزل شاكر كان فما راجل قاعد كرهبته عادية قارية قدام دارو. الراجل هذا ما كانش مسلح، ما كانش جايرين بيه لا كورتاج ولا حراس شخصيين. بالنسبة للجيران المتعدين هذاك سي محمد، الراجل هادي رجع لبلاده بعد سنين وغربة، مغروم انه يصنع طيارات صغيرة ويعلم صغار كيفاش يركبوها. كان عايش حياته في الظل. مساطين تاع قايلة تقريبا. الهدوء اللي في النهجة ذيك تكسر بصفة مرعبة. رصاص يتغم، 8 منهم يمسوا سي محمد، و3 كانوا قاتلين في الراس والصدر. اللي قتلوه استعملوا كواتن صوت، ما كانوش مزروبين. تأكدوا اللي المهمة وفات، من بعد ذابوا بخروا. وقت اللي أول كلمة تاع البوليسية وصلت، اللي قتلوه ديجا بدلوا كراهبهم وبداوا في إجراءات أنهم يخرجوا من تونس. في اللحظة الأولى الناس مشي في بالها تصفية حسابات ولا مافيا، ومن بعد سوايع بدأت تخرج تفاصيل غريبة. طريقة المراقبة، الكراهب اللي تكريت، الصحفيين الأجانب اللي كانوا يحوصوا في المنطقة ويسألوا في أسئلة دقيقة جدا. هذا ما كانش براكاش، ما كانش جريمة حق عام، هذا كان إعدام ميداني. مع الدم اللي قاعد يشيح في كرسي الكرهبة، تونس لقات روحها قدام حقيقة توجع. الرجل اللي مات ما كانش مجرد مغروم بالطيارات، هذاك كان المهندس عقل تونسي اعتبروه خطر استراتيجي على توازنات القوى في الشرق الأوسط، لدرجة أنه جهاز استخبارات أجنبية خرق الحدود والقوانين وجاي يختالوا قدام باب داره. هذه ماهيش حكاية رجل واحد، هذه حكاية الدول الصغيرة كيفاش من غير ما تشعر تحول لساحة نتاع حروب كبيرة. هذه حكاية محمد الزويري. باش نفهم علاش قتلوه لازمنا نفهم المخرج هذا كيفاش كان يخدم. محمد الزويري تولد في صفاقس عام 67. من صغرته ما كانش مغروم برشا بالكلام ولا شعارات ولا اي حاجه، كان مغروم بالفيزيك، قوانين الطيران. كبر في جيل الثمانينات والتسعينات، الجيل اللي عاش الصدام الكبير ما بين الدوله الاسلاميه، وكيف برشا من جيله قرروا مضطر يخرج من تونس عام 91. وهذه هي الغربه اللي صنعته في الوقت اللي برشا معارضين مشاو لأوروبا، لندن وباريس، قعدوا سنين يحكيوا على الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى غير ذلك. زويري يختار ثنية أخرى غريبة ما هيش متعودة. مشى ليبيا، بعد السودان، وفي الأخر استقر في سوريا. زين هذه ما عداهاش يحكي، أما عداها يتعلم. زويري كان في عنقه تكنيسيان، مهندس، كان فيهم حاجة مهمة برشا. الفرق ما بين العرب وأعدائهم ما هوش فرق في الشجاعة، هو فرق في التكنولوجيا. كان سابق وقته وعرف ان مستقبل الحروب ما هيش باش تكون في الدبابات الثقيله ولا الطيارات الحربيه تكلف المليارات ميزانيه الدول. المستقبل كان في حاجه واحده اللي هي اسمها الدرون، الطائره المسيره. لهنا تجي العبقريه نتاعو. الزويري ما اخترعش الدرون من العدم، اما عرف كيفاش يطوع التكنولوجيا للامكانيات المحدوده. عرف كيفاش يصنع طياره قطع غيار بسيطه بمعادلات فيزيائيه معقده. كي رجع تونس بعد الثورة في 2011 تمتع بالعفو العام، رجع يعيش في صفاقس، عرس وعمل نادي طيران للشباب. للناس البرانية كان يبان مهندس متقاعد لاهي بهوايته، لما في الخفاء مشروعه الحقيقي كان وصل للقمة متاعه. الإرث الحقيقي متاع الزويري والأثر اللي خلاه ماهوش في صفاقس، الأثر متاعه موجود على بعد آلاف الكيلومترات في قطاع غزة المحاصر. الزويري يعتبر واحد من المهندسين الأولانيين لمشروع طائرات أبابيل تاع كتاب قسام. وهنا لازم نقفوا لحظة ونفرقوا مليح. الزويري ما كانش مقاتل هز سلاح ويجي على الميدان. الزويري كان عقل ومخ. في 2014 في حرب العصف المأكول العالم الكل فاجئ وقت المقاومة خرجت طيارات مسيرة من صنع محلي. ما كانش طيارات متطورة كيف الاف 16 لما كانت تخدم، كانت نجم تصور، نجم تفز متفجرات، والأهم من هذا الكل كسرت احتكار الكيان للسماء. بالنسبة للجيش النظامي الدرون حاجة عادية، أما بالنسبة للمقاومة محاصرة الدرون تتسمى معجزة هندسية، خاطر لازمك مواد ممنوعة ودفريكونس صعيد تخدم عليها. الزويري هو اللي قال حلول المشاكل هذه. المعلومات تقول انه دخل غزة عبر الأنفاق وما اكتفيش انه يصنع طيارات هذه كهو، اما علم الناس غادي كيفاش تصنعها. معناها نقل الخبرة، علمهم الصنعة
ومش عطاهم المنتوجة كهو، وهذا هو اللي خلاه خطر مميت. أجهزة الاستخبارات نجم تقتل القائد العسكري وغدو يمكن يجي غيره، أما كي تقتل الراجل اللي في مخه البلان متاع التصنيع، لهنا انت وخرت البرنامج سنين التالي. زويري ما تقتلش على خاطر حاجة عملها في الماضي، تقتل على خاطر شنو كان ينجم يعمل في المستقبل. كان يخدم على غواصات مسيرة، كان يطور في دقة التوجيه، كان قاعد يقلب في الموازين بشوية بشوية. هذا الكل ساعات وهو يبدأ آلاف الكيلومترات بعيد على غزة. تو خلينا نحلوا الدوسي تاع الاغتيال كيفاش صار لوجستيا. التحقيقات بينت شبكة معقدة، مستحيل تكون خدمة متاع عصابة محلية وإلا ناس وحدهم هكاك. التحضير بدا قبل بشهر، عناصر أجنبية دخلت لتونس بجوازات سفر أوروبية بوسنية وهولندية، انتحلوا صفة شركة إنتاج إعلامي، عملوا كاستيك وكريو ديار وكريو كراهب، برشا كراهب، وبدلوهم باش يضيعوا الجرة. قعدوا يراقبوا فيه، عرفوا وقتاش يخرج، وقتاش يدخل، وقتاش يهز مرته، وقتاش يمشي للجامعة، وقتاش يتلهي في المشروع متاعو. العملية هذه تكلفت برشا فلوس واستحقت برشا لوجيستيك، والأهم من هذا استحقت برشا ثقة من الناس انهم ينجموا يرجعوا في تونس من غير ما يشلق بهم حتى حد. نهار التنفيذ كل شيء كان امريكي، المصيدة تسكرت. وقت اللي الزويري وقف كرهبته قدام الدار، وقفت وحدها استافيت زوز هبطوا وضربوه بالكرتوش. اما التفصيل اللي وقف المخ مش القتل بحد ذاته، اما هو الهروب. الناس اللي نفذت غادروا التراب التونسي في وقت قياسي، فما شكون خرج حتى قبل ما يتضرب بالزوال. والناس التوانسه اللي تجبدت في البحث لقاو رواحهم متورطين في قضيه تجسس، وهما بيدو ما كانوش فاهمينها، ماشي في بالهم يخدموا في خدمه تاع دوكيومنتير ولا روبورتاج، لقاو رواحهم مورتين. ورغم انه حتى دولة ما تبنت العملية رسميا، اما بصمات الموساد كانت واضحة لأي خبير. الطريقة، الهدف، الدافع والصمت تاع كيان، الكل يهزوا النتيجة واحدة، انه الكيان الصهيوني قرر انه فما مواطن في صفاقس يمثل تهديد للأمن القومي، ونفذت الحكم في قلب التراب التونسي. الحكاية هذه تهزنا السؤال اللي يوجع، علاش وكيفاش صارت العملية هذه بالسهولة هذه؟ كيفاش صيد ثامين خلينا نقولوا كيما الزويل، راجل اكيد راهو معروف عن اجهزه الاستخبارات العالميه، يبقى مسيب هكاك في صفاقس من غير حتى حمايه؟ وعلاش القتله حسوا رواحهم الاز في بلادنا؟ الاجابه الحقيقه مره. تونس في السنين اللي بعد الثوره كانت ارض خصبه للاختراقات. الامن التونسي كان مركز 100% تقريبا على الارهاب الداخلي، الشعابي، داعش، القاعده. جهاز مكافحه التجسس كان يا اما تعب ولا خلي يقولوا لاهي في هموم اخرى. وزيد فما وهم الحياد. احنا كتوانسه نحب نصدقوا اللي ما دامنا بعاد جغرافيا على فلسطين ولا غزه، معناها احنا بعاد على النار والخطر. في بالنا اللي الجغرافيا نتاعنا تحمينا، اما قضيه الزوال تورن وتبين اللي في القرن 21 الحرب ما تعترف بالجغرافيا. اذا عندك اقل عده قوى اقليميه راك موجود في قلب المعركه، حتى لو كنت في القطب الشمالي. ردة فعل الدولة وقت اللي تم اغتيال الزويري بينت الضعف هذا، صدمة وزرا يجري وتحقيقات حلت، اما في العمق كان فما شعور بعجز، والسيادة الوطنية متاعنا تمرغدت في التراب، مش بجيش دخل علينا، اما بمجموعة قالت اللي هما سياح وكراهة بلوكاسيا. في الايامات اللي جات بعد الاغتيال صارت بوليميك وضجة كبيرة، الحزاب تكلمت، مسيرات خرجت في صفاقس، شعارات شهيد القدس ترفعت. من بعد سكيت. الأعلام تلهي في قضايا أخرى، غلاء المعيشة، العرك السياسي، وملف الزويري ولا الدوسي يلوم في الغبرة في المحكمة. ولهنا لازم نسألوا رواحنا، علاش نسينا فيسا؟ يمكن خاطر الحقيقة قلة برش. باش تعترف باللي صار للزويري معناها تعترف اللي الحدود نتاعك غربال، وتعترف انه جهاز أجنبي ينجم يحكم ويقرر وينفذ في مواطن تونسي ويروح يفطر في داره عادي. أسهل برشا كان أننا نساهم، أسهل برشا أننا نصنفوا زويري لأي تصنيف ونغسوا يدينا من الموضوع. ما صارتش ردة فعل دبلوماسية كبيرة، ما صارتش زلزلة. العالم قبل فكرة أنه راجل داخل في حرب مات في حرب، حتى لو كان قدام داره وهو أعزل. وهذا أخطر ما في الحكاية، التطبيع مع استباحة الدم التونسي. في الآخر شو بقى من محمد الزويري؟ هو أكثر من مجرد اسم في قائمة الشهداء، حيث الزويري هي مراية للواقع العربي الكل، هي قصة هجرة الأدمغة أما في شكلها الأكثر عنف.
استانسنا بطب مهندسين يهاجروا لفرنسا وألمانيا ويلوجوا على شهرية ولا قدر. أما الزويري مثل نوع آخر من الهجرة، هجرة العقول اللي حبت تصنع القوة لبلدانها، اللي في القطر واحد مجبورة تخدم الظلام ومدفونة في الحياة. حكايته تثبت أن الاتفاق العلمية في العالم العربي العدو يشوفها كتهديد عسكري مباشر. بتذكرنا اللي السيادة ما هيش علم مناشد وطني كهو، أما السيادة هي قدرتك باش تحمي ولادك وبلادك، هي قدرتك باش تعرف شكون يمشي على التروتوار نتاعك في أي وقت كان. محمد الزويري كان راجي، كان مقاوم، كان مغروم بالميكانيك واسمه كان يمن اللي علمه في راسه ملك القضية أكبر منه، ومات وحده في كرهبته تحت مطر صفاقس. حكيته خلت لنا سؤال اللي لتو ما جاوبناش عليه، سؤال يدور في كل عاصمة عربية. شو معناها وقت اللي يكونوا أذكى عبادك وأكثرهم كفاءة مأمنين في الغربة أكثر من اللي مأمنين في ديارهم، وقت اللي السمام تاعك يكونوا ما عادش ملكك؟